حوالي 86 مليون بيفهموا في الدستور، ما عدا ال 100 اللي بيكتبوه. التجربه بتقول ان في 86 بيفهموا في الدستور 100 ما عدا 100 واحد مكلفين بكتابته، هم الوحيدين اللي في مصر اللي مش فاهمين الدستور، وطبعا من اولهم. توضيحا للصوره، الدستور علم، عايز اقول كلام معين جدا ومحدد جدا. الدستور علم بيدرس في سنه اولى حقوق تحت عنوان القانون الدستوري والنظم السياسيه. علم له كورس وله قسم وله استاذ وله امتحانات وماده مستقله. فاذا كان هو علم وله قسم اسمه قسم القانون الدستوري والنظم السياسيه، يبقى هو بديهة علم. واحنا تعلمنا من بديهيات العلم ان غير المتخصص يسمع اولا، لكن الاولويه دائما تكون لصاحب التخصص. عندما اتابع انا شخصيا، وبقول كلام محدد جدا وواضح جدا، وعارف ان الصبح هيتنشر، وعارف ان في صحفيين بيكذبوا اساسا، فما عنديش مشكله، بمنتهى الوضوح والدقه. عندما اتابع الاعلام اجد ان شريحه كبيره جدا من المتحدث في الدستور لا يفهم معنى الدستور. قاعد يقول وكأن الكلام بالوزن، بالكيلو، بالطن، بالشوال، وتسمع مصطلحات عجيبه. يعني يطلع صحفي هو متصور انه بيعرف في كل حاجه، بيعتبر ان اقدميته في الاعلام تعطيه الاولويه انه يتكلم في اي علم، ويقول لك هو في دستور تكتبه الاغلبيه؟ هو لو قرأ اي كتاب في التخصص الدساتير تكتبها الاغلبيه اصلا. يعني الذي يقول على سبيل الاستنكار هو عكس الحقيقه العلميه. الحقيقه العلميه ان الدساتير تكتبها الاغلبيه، لكن هو شايف كده راجل بيشتغل صح بقاله 20 30 سنه، يبقى لازم نسمع له هو ونلغي الكتب.